مرة ثانية ايبك جيمز يعطونا امل وبعدين على طول يسحبوا مننا مع اللي صار بالسايفن. وكمان FNCS السيزون هذا بيكون حفلة، بالذات بعد ما محترفين اوروبا ومحترفين امريكا اتفقوا على افضل مكان نزول في هذا السيزون. فايش مستني؟ حط لايك على المقطع، كود HSH في الايتم شوب، وشكرا للاساطير اللي اشتروا شيء بكودي وارسلوها لي بالانستغرام ولا ديسكورد. وتذكروا يا عيال انها HSH مو SHS، اسمي هاشم يبدا بالH، اتذكر هذا الشيء HSH. بس برضو شكرا ابن الجنوب، واضح انه من نيتك كنت تبغى تدعمني. وعلى فكرة عيال غيرت نظام الانتساب شوية، فشيك عليه لو حاب تدعمني، وشكرا للصورة نكسر على الانتساب في القناة. فلا نطول اكثر من كذا، بسم الله خلونا نبدأ. اول شيء خلونا نتكلم عن السايفن. ايبك قرروا انهم يرجعوا السايفن للبطولات مثل الكاش كاب، FNCS وكل البطولات الصغيره كذا اللي تيجي كل يومين. فصار يمدينا اقول لو نبغى نلعب السايفن نلعب البطولات هذه، يلا مو مشكله، نقدر ندرعم نجمع كلز ونستمتع بالسايفن، والكل كان مبسوط من هذا الشيء. لكن بعدها بكم يوم، حرفيا ما كملنا اسبوع واحد وانه سايفن يكون موجود في البطولات. بس في البطولات المشكله حذفوه الحين من كل البطولات ما عدا الفنكس، ما عدا FNCS. الحين لو تبغى تلعب بسايفن ما عندك غير انك تلعب FNCS، يا تلعب الفنكس يا ما في سايفن. وانا اللي كان عندي امل في ايبك جيمز فاخرت المقطع اني ابشركم بالسايفن على اساس انه لما شفتهم رجعوه في كل البطولات قلت حلو، الحين الخطوه الجايه بكره بعده حيرجعوه في الرانك. لكن مع الاسف لا، حذفوه من كل شيء ما عدا FNCS. لكن دام تكلمنا عن الرانك خلونا نتكلم على شيء ايجابي شويه في الرانك. ايبك سووا كم تعديل ايجابي، تعديلات حلوه بصراحه للرانك، وقالوا انهم شايفين شكاوي اللاعبين اللي في الرانكات المرتفعه والرانكات العاليه، واتوقع قصدهم هنا الاليت والتشامبيون والاري، لكنهم ما حددوا. شافوا انه في هذه الرانكات اللاعبين يعانوا انهم لما يفوزوا ويجيبوا كيلز ويأدوا اداء رهيب ما زالوا يكسبوا اقل من 15%، لكن لو ماتوا في بدايه الجيم على طول ممكن يخسروا 15 ل 20%، وهذا شيء غبي بصراحه. فقالوا انه الحين بيصير في الرانكات العاليه هذا النظام، انه لما تجيب كيلز كثير وتفوز او تجيب بليسمنت كويس بيعطوك نسبه اكثر من اللي قبل، وبنفس الوقت لو مت في بدايه الجيم او لعبت جيم سيء ككل بتخسر نسبه اقل من اللي كنت بتخسرها قبل. فهذا شيء كويس لكل لاعبين الرانك انهم ما زالوا يسووا التعديلات البسيطه الايجابيه هذه، لانه اخر كم تعديل ما هي ايجابيه مره، بالذات السايفن. وبصراحه ما زلت احتاج السايفن، حرفيا يخلي اللعبه امتع بكثير. وصدقني اللي يقولوا انه السايفن ما يفرق كثير الحين اول ما ينحذف السلاير بجوس من اللعبه، رغم اني ما اظن انهم بيحذفوه بهذا الشابتر نهائيا، بس اذا حذفوه بتكره حياتك لما تلعب رانك ولا اي بطوله. بيصير الوضع حرفيا يا اما انك تفوز في الفايت بدون ما تدمج ولا دمج، ما تدمج نهائيا تصير خارق، ولا اول ما تخلص فايتك وانت مدمج كذا يجيك الطرف الثالث يصفيك على السريع، دمج الطرف الثالث يجيك الطرف الرابع يصفي الطرف الثالث، سريع كذا بيصير الوضع. فنقول يا رب يرجع السايفن، رغم اني غسلت يدي من انهم يرجعوه، بس برضو نقول يا رب، ربك قادر على كل شيء. خلونا نروح لنص الماب ونتكلم على افضل مكان نزول في هذا السيزون، ويمكن في هذا الشابتر ككل، لدرجه انه افضل دو في العالم سابوا المدينه الكامله حقهم اللي الكل خايف منهم فيها وما حد قرب منهم حتى، وراح ينزلوا في هذا المكان مع اكثر من دو عشان يتحدوهم على المكان ويثبتوا لهم انه هذا المكان بيكون حقنا. وطبعا ادوا في الستة جيم اداء زي الزفت وجابوا المركز 48. وانا طبعا اتكلم على كويزي وفينو، قد سويت عليهم تحليل محترف وتكلمت على كيف قدروا يفوزوا بستة ايام من اصل 12، هي اصعب سيرفر واكثر سيرفر فيه لاعبين محترفين واللي هو سيرفر اوروبا. فالحين بعد اللي سووه السيزون اللي فات بالكامل، بعد ما سيطروا على كونجيتسو كروسنج وما خلوا احد يقرب منها، حتى الناس كنسلوا اصلا نزلتهم هناك وراحوا غيروا اماكن ثانيه من الاداء الرهيب حق كويزي وفينو. الحين كذا يسحبوا على كونجيتسو ويروحوا هذا المكان هذا، يوريك انه المكان هذا مره رهيب. والمكان هذا عيال مثل ما تشوف في الصوره قدامك هو هذه الدائره هنا، مكان الخزنه هذه اللي في نص الماب. صح ما تضمن انها ترسبن في كل جيم لانه في 6 خزنات في الماب مثل ما تشوف في الصوره، لكن يرسبنوا 3 بوسات في 3 اماكن عشوائيه، فانت وحظك عاد. بس لو رسبن البوس، وهذا المكان انا دائما انزل فيه يرسبن البوس فيه، ما قد نزلت مره والبوس مو موجود فيه، غير انه بيعطيكم سليربات بالهبل، غير انه بيعطيكم الفلاب جاك الميثيك اللي هو من افضل الاسلحه اللي لو كانت استراتيجيتك انك تمسك الهاي وتخلط وتتحكم برتم الجيم بالكامل من الهاي جراوند، طبعا مثل كويزو فينو افضل دو شفناه يلعب في تاريخ فورتنايت في الهاي جراوند، مكان النزول هذا يجهزك بالكامل لنهايه الجيم. ولو انت كذا شاك في كلامي وتبغى تشوف مثال على دو نزل في هذا المكان 6 ايام وسيطر على هذا المكان، لانه كويزو فينو حتى اماكن الصناديق ما يعرفوها، نزلوا كذا بس عشان يسيطروا على المكان، لانه من الحين يبغوا يثبتوا انه هذا مكانهم عشان يطردوا المنافسه من المكان ويسيطروا على المكان من البدايه، عشان لما يجي الاسبوع الثاني والثالث وكمان بعدين الجراند فاينلز يكون هذا المكان حقهم، خلاص طردوا الكل. والاثبات اللي ابغى اوريكم اياه يا عيال هو في هذه التغريده من بطل FNCS في سيرفر امريكا ايجي قال انا ما ابغى اقعد اطالع في اللوت، لكن شوفوا اللوت اللي طلعوه. ويتكلم على مين؟ يتكلم على
على ايومزو ورايز اللي هم جابوا المركز الاول في الاسبوع الاول من FNCS في سيرفر امريكا. الدول الكندي يا عيال حرفيا ما يرحم. خذ لك نظره على لوتهم في الستة ايام، يعني ما في حتى جيم واحد تقول اللوت لك مشكوك فيه، اللوت مو مره كويس، ما حرفيا يا عيال اللوت خيالي، ما في افضل من كذا. انت كذا شبه ضمنت فوز مع هذا اللوت. تحط هذا اللوت بيد واحد من افضل الدوز الموجوده الحين بفورتنايت، والنتيجه طبعا بتكون انهم فازوا في الاسبوع الاول وجابوا المركز الاول فيه. وعلى فكره يا عيال مثل ما تشوفوا قدامكم عندنا كويزو فينو في المركز 48، المركز الثالث من تحت، وكمان عندنا مرستاش وتيسن في المركز 42. فبتقولوا الحركه اللي سووها كويزو فينو هذه حركه غبيه، كيف ضيعوا البطوله على نفسهم زي كذا، والحين التاهل بيصير اصعب بعدين. حاب اقول لكم ان النظام ما عاد صار زي كذا، لانه التاهل صار نظامه مختلف. فالحين تقدر تقول النظام صار ايش؟ افضل 50 دوم من الثلاث الاسابيع الاولى حيروحوا للاسبوع اللي بعده. فهم الحين دام وصلوا للفاينلز حق الاسبوع الاول وجابوا مركز 48، هم موجودين في التوب 50. كويزو فينو بمستواهم كابطال اوروبا واثقين بنفسهم وضامنين الاسبوع الثاني والثالث حيجيبوا مركز افضل من كذا بكثير، فعشان كذا سووا هذه الحركه، لانهم هذا الاسبوع ما زالوا في التوب 50، يعني ما زال ينحسب لهم هذا الاسبوع انهم برضو يعتبروا كانهم متاهلين. لو جابوا مركزين افضل من كذا في الاسبوع الثاني والثالث، افضل من كذا بشويه، حتى توب 20 ولا توب 30 كذا يضمنوا انهم راحوا للجراند فاينلز. فعشان كذا سووا هذه الحركه عشان من الحين يثبتوا نفسهم ويقولوا انه هذا المكان حقنا. وانا عن نفسي اشوف انه هذا الشيء مره بيكون كويس للجراند فاينلز. الجراند فاينلز بتكون مره رهيبه، وحنشوف هل فعلا بيقدروا يمسكوا المكان ذا ويطردوا كل التيمات اللي نازله حواليهم ويسيطروا على المكان، ولا بعد الاسبوع الثاني لو تكرر هذا السيناريو وجابوا مركز في الاربعينات يقولوا اسمع باقي اسبوع واحد خلينا نرجع لكونجيتسو ونلعب لعبنا. طبعا هم طلعوا من كونجيتسو لانه كان في السيف اصلا في كونجيتسو، فهم كانوا يضمنوا سيف بنفسجي في كل جيم ينزلوا هناك، انه في 11 سيف كان في كونجيتسو. لكن الحين ما عاد في موفمنت، فانك تكون في نص الجيم شيء مره كويس. وفي شيء ثاني كمان، صح قلت لكم في خزنه في المكان تعطيك سليربات وتعطيك الميثيك فلاب جاك، لا وكمان في شيء ثاني تعطيك اياه، تعطيك 3 نقاط على كل مره تفتح فيها الخزنه. هذا شيء فالحين صارت مره مهمه، لو قدرت تسويها في ال6 جيم هذه 18 نقطه. هذا واحد. اثنين، هذه الخزنه اقرب خزنه لنص الماب، فالحين عندك احتمال مره كبير. ايش في كمان شيء رسبن في نص الجيم في نص الماب؟ طبعا الجزيره المخفيه او اللوت ايلاند، وهذه برضو فيها علم لو سويت له كابشر بيعطيك سليربات، بيعطيك الميثيك درام شتجن، رغم انه اغلب المحترفين ما يستخدموه يرموه، لكن ما زالت اقل تقدر تحصل سليربات. لكن لو سويت كابشر على العلم هذا اللي في الجزيره المخفيه او الجزيره الطايره او جزيره اللوت اللي تظهر في نص الجيم، انت كذا بتحصل على الجيم الواحد على الكابشر الواحد 15 نقطه. فاحسبها معي 6 ايام، لو في تيم قدر يمسك ال6 ايام وفي ال6 ايام قدر يسوي الكابشر على الجزيره، طبعا شيء شبه مستحيل ومره صعب على ايده حتى على كويزو فينو، بس لو قدروا يسووه هذا عزيز المتابع 90 نقطه زياده تنحسب لك، غير 18 نقطه لو جبت 6 مرات الخزنه. انت كذا معك 108 نقاط لو جبت الخزنه في ال6 ايام، وكمان لو سويت الكابشر في الجزيره المخفيه في ال6 ايام كلها، فهذه 108 نقاط. طبعا ما حد بيقدر يسويها كلها، بس قلنا ما حد بيقدر يفوز 6 ايام في الجراند فاينلز وسووها كويزو فينو، فما تدري هل ممكن يقدروا يسووها. وانا مره متحمس الجراند فاينلز يا عيال، لانه في الجراند فاينلز في 12 جيم، هذه بدل 108 نقطه هذه 216 نقطه زياده بس من الكابشرات حق العالم وحق فتح الخزنه. وغير الجزيره المخفيه اوريدي كانت تعطينا فايتات في نص الجيم. لما تابع البطولات الحين عاد فايتات نص الجيم صارت مستميته. فجاه رسبنا تحصل على 10 اشخاص اقل شيء في الهواء اوريدي، كلهم يكونوا حوالين الرفتات اللي موجوده في الاماكن الجديده في الماب، طاروا في الرفت على طول على الجزيره المخفيه وبعدها تشوف احلى فايتات. فانا مره متحمس لهذا الشيء. والحين نيجي الفقره حسويها في كل مقاطع الاخبار حق فورتنايت، وهي اني اوريكم التوب 10 من الثلاث السيرفرات الاساسيه بالنسبه لنا، اوروبا وامريكا وطبعا الميدل ايست. اول شيء نبدا باوروبا مثل ما تشوفوا، المركز الاول اي دروب ومابي، المركز الثاني بلاخا ومايكسون، المركز الثالث روبن واكس فورس، المركز الرابع تروبكس وهاتي، المركز الخامس فوكسي ودي كي اس، المركز السادس سيتي وكامي واحد من اشهر الدو، اخيرا شفنا واحد منهم هنا، والسابع فيكو بينك، الثامن اكيرا وسكاي جامب، التاسع ماني ميكر واف ان ايجن، والعاشر عندنا طبعا فاديل ومستر سافج. انا مره مبسوط انه مستر سافج بدا يجيب المراكز هذه او رجع يجيب المراكز هذه مره ثانيه، لانه بصراحه انبسط لما اشوف واحد من اللاعبين القديمين اللي من بدايه فورتنايت كومبتيتيف ما زال يلعب ويجيب مراكز زي كذا. نروح الحين لسيرفر امريكا. اول شيء المركز الاول عندنا يومزو رايز، هذا هو الدو يا عيال اللي وريتكم صوره اللوت حقه، يومزو رايز في المركز الاول. بعدها عندنا ايكورن وكولد، هذا بالنسبه لي لحد الحين افضل دو عندي انا في امريكا. بعدها عندنا شورو زايفا. في المركز الرابع عندنا ناش وويفي جيكوب، الخامس باكي واوكس، السادس فانيلاز وكونفيك، السابع باتمان بوغا ورابد، الثامن ايجرز وكندا، التاسع بوغا وثريتس، والعاشر ريتشوال وريت. سيرفر امريكا كلهم اسماء معروفه ومره معروفه كمان، يعني اسماء قديمه واسماء عريق. ممكن الدو الوحيد اللي مو مره ذاك الشيء وما نسمع اسمائهم كثير هم فانيلاز وكونفيك في المركز السادس. بس بشكل عام الفنسيس هذا السيزون بيكون رهيب. نروح الحين لسيرفر ميدل ايست في المركز الاول، وباكبر فرق نقاط في السيرفرات الثلاثه اللي ذكرتها بين المركز الاول والثاني، وهم سباي ونشيد
سيري في المركز الاول، والمركز الثاني خالد وجي كيريت. المركز الثالث عندنا مشاري واي فور ريو. المركز الرابع ادابتر وفوكس. الخامس درافتيل وبي دي وورد. السادس اف جي ار وسالفا. السابع اسك دارك وكيريتوكون. الثامن كندكس ورابط. التاسع ريل برو وعجمي. والعاشر بيلدر ريت وكلابسي. انا عن نفسي مره انبسطت لما شفت اسم سباي بنمبر 1 لانه من اقدم واعرق اللاعبين في سيرفر ميدل ايست من بدايه الكومبتيتيف حق ميدل ايست. فحقيقه ليفن زيس هذا السيزون احس انه بيكون مره ممتع. فبس يا عيال هذا اللي كان عندي في مقطع اليوم. ناوي اني اسوي ابديت بعد كل اسبوع في ليفن سيس واقول لكم ايش اللي صار، اذا كان في دراما، اذا كان في شيء صار، وطبعا حتكلم على كل السيرفرات او اقل السيرفرات الثلاثه الرئيسيه هذه، اوروبا وامريكا وطبعا ميدل ايست. وكمان قولوا لي لو تبغوني اسوي ملخصات للكاش كاب اللي هو حق السولو او الدو كاش كاب، ولا بس تبغوها عن ليفن سيس. فحط لك على المقطع كود اتش في الايتم شوب. وترى صرت انزل يا عيال العاب تختيم في القناه الثانيه. الحين بدأت في كراش وحمشي في كل السلاسل حق كراش. اول حلقه من تختيم كراش 1 موجوده في القناه، هذا المقطع قدامك. واذا تبغى مقطع عن فورتنايت شيك على مقطع ال100 نصيحه، صدقني بتطلع منه بنصائح اول مره تسمعها.